بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. رمضان كريم علينا جميعا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. بصراحة أنا يعني لسه صاحي من شوية كده، يعني صليت الجمعة ونمت يعني. فسامع حاجة يعني تتعب يعني، إن استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر، أو عدم ضمه لقائمة المنتخب، أو من طبعا من قبل الجهاز الفني قيادة القدير الكابتن حسام حسن. فيا جماعة بس أنا يعني احنا قلنا القناة بتاعتنا هيبقى فيها خفايا وأسرار كرة القدم وكل حاجة بالدليل وبالمستندات وكل شيء، وهنقول الصح وهنقول الغلط. فأنا بس يعني لغاية ما أتحرى الصدق والدقة عن المانشيت ده، ممكن تكون مانشيتات عشان واحد ياخد ترند، عشان يعني سيبوني بس أتحرى الدقة عن التصريح اللي أنا سمعته ده. ولينا فيديو تاني هيبقى فيه كلام كتير أوي لو التصريحات دي صحيحة وبدون أسباب، أو سواء صحيحة وبأسباب، يعني دي مصيبة في حد ذاتها. يعني كلمة استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر دي، أو عدم ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر دي يا جماعة مصيبة في حد ذاتها. وأنا هقول لكم ليه. فهعتذر منكم إني مش هكمل الفيديو ده لغاية ما أتأكد. ساعتين بالظبط هعمل تليفوناتي وأتأكد، وبإذن الله هيكون لنا لقاء في فيديو تاني نوضح فيه الصورة كاملة. كل التقدير والاحترام لكابتن حسام حسن وجهازه المعاون لتاريخه لمنتخب مصر. بس هتأكد عشان يا جماعة احنا بنتكلم عن محمد صلاح. انتظروني.